ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا شيماء داوود ودي قناتي. ارجو منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان هيوصلكم كل جديد انا انزله على القناه. ان شاء الله هنعمل النهارده عصير المانجا زي بتاع الكافيهات بالظبط. بمانجايه واحده هنعمل لتر مانجا مركز. بمعلقه سحريه هنحطها على العصير. يلا بينا ونشوف عملنا ازاي العصير الجبار ده. هنعمل من مانجايه واحده هنعمل لتر مانجا مركز زي بتاع الكافيهات بالظبط بمكون واحد هقول لكم عليه دلوقتي. هنقطع المانجا بقى ونحطها في شفشق الخلاط واقول لكم على المكون اللي هيخليه تقيل معانا زي بتاع الكافيهات بالظبط. مانجايه اهوت في شفشق الخلاط، مانجايه واحده هنعمل بيها لتر عصير مانجا مركز زي اللي بتشربوه في الكافيهات بالظبط وبيبقى تقيل معانا بمكون واحد. وهتشوفهم السكر اهوت زي ما انتوا بقى بتحبوه عادب مسكر. دي حاجه ترجع لكم انتوا، السكر ده اهو. بس الخلاط اصلا المكون اهو يا جماعه اللي انا قلت لكم عليه، معلقه من النشا، معلقه صغيره من النشا اهيت هتخلي لنا العصير مركز زي اللي بتشربوه في الكافيهات بالظبط وهيبقى تقيل خالص خالص. وبقى دلوقتي شايفين يا جماعه اهوت بعد ما ضربته السمك تقيل خالص ازاي معانا اهو. في الشوب معانا شايفين التخن، شايفين تخن العصير، وده السر اللي بيخفوه عنكم من الكافيهات الكبيره بيعملوا بمانجايه لتر عصير اهو. شايفين تخين قد ايه؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم وتقوموا تعملوا العصير الجبار دوت. اعملوه وهيبقى تقيل جدا معاكم زي بتاع الكافيهات بالظبط. وهتشوفوا الحاجة اللي احنا حطيناها على العصير وتقلته حاجة سهلة خالص وبسيطة خالص وفي كل بيت. وقولوا لي رأيكم في التعليقات. هنشوف بعض في فيديوهات تانية كتير. باي باي.